رسالة مفاجئة من كولومبوس الأمريكي إلى الأهلي تقلب موازين صفقة وسام أبو علي. لا صوت يعلو فوق صوت أزمة وسام أبو علي داخل النادي الأهلي وموقف فريقه من إرسال القسط الأول إلى النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، بجانب الأزمة التي منعت المسؤولين داخل القلعة الحمراء من أجل إرسال البطاقة الدولية للاعب. واقتربت أزمة انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من الأهلي إلى نادي كولومبوس الأمريكي من نهايتها، بعدما أخطر النادي الأمريكي النادي الأهلي بنيته في تحويل الدفعة الأولى من قيمة الصفقة يوم الاثنين. وكشفت مصادر أن الساعات القليلة الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين إدارة كولومبوس الأمريكي والنادي الأهلي تم خلالها الاتفاق على إرسال القسط الأول من الصفقة، والمقدر قيمتها ب3 ملايين دولار. وبعد الانتهاء من إجراءات تصريح العمل للاعب وسفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شارك بالفعل في تدريبات فريقه الجديد. وكان الأهلي قد اضطر إلى قيد وسام أبو علي في قائمته المحلية قبل غلق باب القيد في مصر، وذلك بعد تعثر إتمام انتقاله رسميا في الوقت المحدد، خشية فقدان حقوقه في الصفقة أو انتقال اللاعب مجانا لأي نادي آخر حال رفع اسمه من القائمة. وتبلغ قيمة انتقال وسام أبو علي حوالي 7.5 مليون دولار، تسدد على 3 دفعات، الأولى 3 ملايين عند إتمام الصفقة، ثم 4 ملايين دولار أخرى مقسمة على دفعتين. ومن المنتظر أن يقوم الأهلي بإرسال البطاقة الدولية للاعب إلى نادي كولومبوس الأمريكي فور وصول قيمة الدفعة الأولى إلى خزينة النادي الأهلي، ليغلق بذلك ملف الصفقة نهائيا بعد فترة من الجدل والتأجيل المستمر. طبعا وسام أبو علي ما زال الأزمة بتاعته لسه قائمة مع ناديه الجديد، طبعا لتعثر إتمام الصفقة، لأن نادي كولومبوس الأمريكي ما أرسلش الدفعة الأولى من القسط اللي هي مقدرة ب3 ملايين دولار، وبالتالي النادي الأهلي لم يرسل البطاقة الدولية للاعب إلى نادي كولومبوس الأمريكي. تهديد جديد وصريح لمحمد هاني، إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية حول واقعة فاركو. أكد الإعلامي أمير هشام أن محمد هاني لاعب النادي الأهلي لم يسبق له ارتكاب أي تجاوزات ضد حكم أو زميل داخل الفريق طوال مسيرته، مشددا على أنه لم يتعرض مطلقا لأي عقوبة من جانب النادي الأهلي، مشيرا إلى أن ما حدث في مباراة الأهلي وفاركو الأخيرة مع الحكم محمد معروف يمثل أزمة كان يمكن تفاديها. وقال أمير هشام في تصريحات تلفزيونية أن الأزمة بدأت في الدقيقة 82 من اللقاء بعد طلب هاني بالحصول على ركلة حرة ليرد عليه الحكم قائلا: أنا عرباوي ما تعصبنيش، هطردك. ليرد اللاعب: مش هتقدر تطردني، أنا ما عملتش حاجة، وهو ما تسبب في تطور الموقف وانتهائه بطرد محمد هاني. وأن جملة أنا عرباوي ما تعصبنيش حملت تهديدا صريحا للاعب، معتبرا أنها كانت الشرارة الأولى للأزمة، موضحا أن محمد معروف برر طرد محمد هاني لعدد من الصحفيين بزعم أن اللاعب وصف الحكام بالكفتة، وهو ما نفاه هشام تماما، مؤكدا أن محمد هاني لم يتفوه بمثل هذه الكلمات، وكان في حالة صدمة كبيرة من قرار الطرد. وأشار الإعلامي هشام أن أسلوب حديث الحكم مع اللاعب أمر غير مقبول. أشار الإعلامي أمير هشام أن الأسلوب الذي بدر به محمد معروف غير مقبول تماما، وأن العصبية كانت واضحة على محمد معروف طوال المباراة، مؤكدا أن الحكم الحكام لا يجوز لهم شخصنة الأمور مع اللاعبين مطلقا. أما ما قيل عن أن الحكم عرباوي يهدد اللاعب داخل الملعب أمر خطير للغاية، ويستوجب فتح تحقيق عاجل من إدارة اتحاد الكرة ومن لجنة الحكام.
وطلب أمير هشام بضرورة مراجعة كل التفاصيل عبر تقنية الفيديو والاستماع لرواية جميع الأطراف، خاصة أن العلاقة بين اللاعبين والحكام يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل كما يحدث في الدول الأوروبية. واختتم قائلا في النهاية: العقوبات دائما تصدر بناء على تقرير الحكم وكل حكم وضميره، لكن من المهم أن تكون هناك شفافية وعدالة لحماية عناصر اللعب. رئيس لجنة الحكام يرفض إلغاء طرد محمد هاني. طبعا أكيد رفض الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري بشكل قاطع إلغاء قرار الحكم محمد معروف بطرد محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي خلال مواجهة فاركو في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، مؤكدا أن قرار الحكم نهائي ولا يجوز التراجع عنه تحت أي ظرف. وأوضح رويز عقب استماعه لتفاصيل الواقعة من الحكم محمد معروف أن التراجع عن قرار الطرد من شأنه أن يفتح الباب أمام جميع الأندية للاعتراض على قرارات التحكيم والمطالبة بتعديلها، وهو ما يتعارض مع مبادئ الثبات والعدالة في إدارة المباريات. وكان النادي الأهلي قد تقدم صباح أمس بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة يستفسر فيها عن أسباب طرد محمد هاني في الدقائق الأخيرة من مباراة فاركو، مؤكدا أن اللاعب لم يرتكب ما يستدعى حصوله على البطاقة الحمراء ومن ثم الطرد. وأشارت تقارير إدارة النادي الأهلي في شكواها إلى أن محمد هاني لم يتعمد إضاعة الوقت، بل كان بصدد تسليم إشارة القيادة لزميله كريم فؤاد بعد أن طالبه الحكم بمغادرة الملعب من أقرب نقطة، إلى أن الحكم رأى في تصرفه محاولة للتأخير فأشهر في وجهه البطاقة الحمراء ليعترض الطرد. وأكد الأهلي أن الفريق كان متقدما بنتيجة 4 أهداف، فكيف يضيع الوقت مقابل هدف واحد، والحالة وقعت في الوقت المناسب بدلا من الضائع، وبالتالي لم يكن هناك أي دقائق لإضاعة الوقت حتى في حال تسجيل المنافس لهدف آخر. كما شددت إدارة النادي الأهلي في شكواها أن اللاعب لم يبدر منه أي اعتراضات لفظي أو سلوكي، وإنما التزم بقرار الحكم وغادر الملعب دون أي تصرف غير لائق. محمد هاني لاعب محترم ولاعب على خلق، وزي ما احنا عارفين محمد هاني ما ارتكبش أي اعتراضات داخل الملعب ولا سبب أي أزمات، بالعكس محمد هاني لاعب محترم جدا، ولكن الحكم ما ينفعش يقول أنا عرباوي وأنا شرقاوي وأنا اسكندراني. كل ده غير مقبول في الملعب. انت دخلت داخل المستطيل الأخضر، فلا بد من الالتزام والتحلي بالأخلاق. الرياضة أخلاق قبل أن تكون بطولات. لازم الحكم واللاعيبة يكون في احترام متبادل بين الحكام وجميع اللاعبين. الرياضة أخلاق قبل أن تكون بطولة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد عن النادي الأهلي.